اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الحلبة المعقودة او المفتقة. شايفين الجمال عدى الكلام ازاي يا حبايب القلب؟ هنا بقى جبت بولة هضيف فيها كيلو من العسل. الخطوة دي حلوة قوي، ما بتخليش الحلبة المعقودة تمرر منك. اللي انت بتجيبي الحلبة وتدوبيها في قلب العسل، تدوبيها كويس جدا من غير دوبيها حلوة قوي من غير ما يكون فيها تكتلات، وهركنها زي ساعة أو ساعتين. ولو هتعملي كمية 2 كيلو 3 كيلو، الأفضل اللي انت تبيتيها قبلها بيوم. زي هخمرها كده يا حبايب القلب. وهنا بقى جبت الحلة وضفت فيها كوباية الا ربع زيت نباتي. نزلت عليهم بالسوداني مش متحمص والسمسم مش متحمص، ضفتهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقليب كويس جدا. طبعا بلاش تحمصيهم كويس قوي علشان لما بيتحمصوا جامد بيمرروا. طبعا حمصتهم لحد ما وصلوا للون الذهبي الحلو ده. بعد كده نزلت عليهم بقى بمعلقتين دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا بقى نزلت عليهم معلقة المغات دي، بجد بتخلي الحلبة المعقودة في حتة تانية. تقليب كويس جدا. وهنا بقى نزلت بالعسل. بصوا بصوا الجمال عدى الكلام ازاي، ما شاء الله. بجد كانت ريحتها حلوة قوي. وهنا بقى بقولك صلي على النبي يا حبيبة القلب انت وهي. تقليب كويس جدا. نزلت بقى بالعسل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هي ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق على النار. تقليب كويس جدا. بجد كانت حلوة قوي، حلوة قوي للأطفال وحلوة قوي للكبار، مغذية في نفس الوقت. وهنا بقى هنزل بحاجة ما بتخليهاش تسكر خالص، بتقعد من السنة للسنة من غير ما تسكر. معلقة عسل الكلوكوز، بجد حلوة قوي. ضفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو هت- هتبدأ اللي هي تغلي معايا. هقلبها كده تقليب كويس جدا. في الاخر خالص هضيف عصرة ليمونة. بجد مفيش اسهل من كده، عايزاكم تجربوها. بجد مش هتندمي. حلوة قوي وسهلة وبسيطة ومغذية في نفس الوقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا بعمل الحاجات دي البنات اللي لسه مبتدئة، وانا عارفة ان انتوا كلكم شطار. ربنا يصلح ما بين ايديكم يا حبايب القلب. طبعا بان اللي هي خفيفة، بس كل ما بتقعد كل ما بتتقل اكتر. ما تنسوش